بدأت أمس الثلاثاء فعاليات قمة بريكس بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة بما يحميها من التحديات التي تواجهها وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية. جنوب افريقيا تعارض وبشده دخول المغرب للبريكس من بعد ما كانت خرجات في واحد البيريود اللي كانت الجزائر باغا تدخل، وخرجات واحد الاكاذيب هاد جنوب افريقيا بان المغرب بغى ينضم للبريكس، والمغرب كان في هذاك الشيء جمله وتفصيلا قال لهم انا ما باغيش ندخل البريكس. ومن بعد ما في الجمعيه اللي قبل من هذه كان البريكس تواصلوا ومشى وزير مغربي ووزير ديال التجاره والصناعه الرقميه، كان حضر تما في البريكس ودار الكلمه ديالو. فاليوم كاينه اصوات من داخل البريكس باغيه تقدم دعوه للمملكه المغربيه باش انها تدخل لهاد المجموعه هذه وتزيد توسع. حنا عارفين دابا كاينه جنوب افريقيا، اثيوبيا ومصر بالنسبه للدول الافريقيه، حتى وحده فيهم ما عارضات، ولكن جنوب افريقيا عارضات. علاش؟ قالت لك المصالح ديالها مع المغرب، لان عارفه المغرب هي اللي كتنافسها في افريقيا وما بغاتهاش انها تدخل باش ما كما كان طرا في المجلس حقوق الانسان فاش كانت تنافست هي والمغرب، والمغرب كانت دالها بالتصويت الرئاسه ديال اللجنه. فاليوم خايفه من المملكه المغربيه انها تدخل لهاد البريكس وتسيطر عليها، وغتكون ضربه قويه للحليفه ديالها الجزائر اللي شحال من مره وهي كتقدم للبريكس وما قبلوهاش. فالمغرب ما بغاش يدخل ولكن هما بغاو يدخلوه. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو، سمعوا عن هذا الفيديو الاخوان ديالي ورجعوا الرياكتيو عليه. بدأت أمس الثلاثاء فعاليات قمة بريكس بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة بما يحميها من التحديات التي تواجهها وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية بعد أن كان 5 فقط، والخمسة الجدد هم السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا. وتركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع بريكس والجنوب العالمية لبناء عالم أفضل بشكل مشترك. هذا ومع افتتاح قمة البريكس تمارس دولة جنوب إفريقيا ضغوطا لعدم دعوة المغرب للانضمام إلى المجموعة، وأعلن المسؤولون في جنوب إفريقيا عن خططهم للصحافة الدولية، وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ إنهم سيعارضون محاولات إضعاف نفوذ بلادهم في إفريقيا من خلال دعوة المغرب للانضمام إلى المجموعة. كما نقلت وسائل الإعلام الروسية تحذير بريتوريا لحلفائها نيجيريا بدورها، وهي أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب في القارة، توجد في مرمى بريتوريا. وفي قمة البريكس التي عقدت العام الماضي في جوهانسبورغ في غشت 2023 وافق الرئيس سيريل رامفوزا على انضمام مصر وإثيوبيا إلى البريكس، وسيمثل البلدين في قمة كازان التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أبي أحمد علي. وللتذكير، دعت الصين المغرب للمشاركة في منتدى بريكس 2024 حول الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة الذي استضافته مدينة شيامين الصينية في شهر شتنبر الماضي. ومثل المملكة المغربية وزير الصناعة والتجارة رياض مزورة. وتأتي هذه الجبهة الجديدة التي فتحتها جنوب إفريقيا الحليف الرئيسي للجزائر والبوليساريو في إفريقيا ضد المغرب بعد 10 أشهر من خسارتها للسباق على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمام المغرب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان ديالي. اللي مازال ما اشتركش معنا في الصفحه يشترك وفعل زر الجرس باش محطنا الجديد ديالنا يوصل. هاد الامور اللي كنشوفوها الاخوان ديالي عفوا، وهاد الصراعات اللي داخل افريقيا على الرياده في افريقيا، وكنعرفوا حتى في مجال الاقتصاد او الصناعه. فاليوم المغرب كيفوت جنوب افريقيا وكيولي اكبر مصدر ومصنع ديال السيارات في افريقيا، وعده امور اللي المغرب استطاع انه يتجاوز من خلالها جنوب افريقيا، واللي كانت
كيسحب ليها بانها مسيطره او يعني متغلبه على افريقيا. ولكن هذا يعني التوجه اللي بغى يتوجه البريكس وبغى يقدم دعوه وطلب للمملكه المغربيه باش انها تدخل، فجن الجنون ديال جنوب افريقيا ومعها الجزائر. فبغيت نشوف غير كيفاش غتكون الرده ديال الفعل ديال الجزائريين ملي غادي يسمعوا بان البريكس باغي المغرب يدخل معه. هذا الشيء ماشي يعني عادي تنقول لكم، ولكن هذا الشيء اللي كيدور في الكواليس. وجنوب افريقيا كما قلت لكم يعني كتبذل اقصى الجهود ديالها باش ما يدخلش المغرب لهذه المجموعه هذه، رغم ان المغرب ما بداش، راه قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، عمرو ما اعلن الرغبه ديالو او بدا يعني الرغبه ديالو اش انه يدخل لهذه المجموعه هذه. كنعرفوا حنا المغرب التوجه ديالو كيفاش غادي، كيفاش الاقتصاد ديالو غادي الحمد لله ما شاء الله يعني. وكيشوفوا حتى هما حتى الدول ديال مجموعه البريكس راه كيشوفوا الدول اللي تقدر تدخل وتعطي اضافه لهذه المجموعه هذه. ماشي بحال دابا الجزائر مثلا بغات تدخل عندها اقتصاد فاشل. علاش غادي تدخل الجزائر وهي عندها اقتصاد فاشل ما غتستافد منه حتى وزه كما تنقولوا حنا، سمحوا لنا على هذا التاغم هذا، ولكن ما غتستافد منها والو. يعني خاص استفادت منها فاش دخلتها البنك البريكس. يعني الجزائر غتحط الفلوس في البنك البريكس، هذا هي الاستفاده الوحده اللي استفادت البريكس من الجزائر. ما الجزائر ما بريكس ما عندها ما تستافد. اش غتستافد من الجزائر؟ اقتصاد ميت. لهذا التجأت الدول كالمغرب باش انها تدخل. غادي نشوفوا الايام القليله القادمه الاخوان ديالي غادي تبين واش المغرب يعني عنده سياسه او عنده خطه باش انه يدخل لهذه المنظومه هذه. حنا كنعرفوا المغرب في السياسات الخارجيه ديالو ما كيتسرعش وكياخذ الامور بواحد الرزانه بواحد الحكمه. فكنظن الا كان زعما بالنسبه للمغرب انه عنده افاده انه يدخل هذا البريكس، فراه غادي يتلقى الرساله ويقدر نشوفوه يعني في الدورات المقبله ديال هذا البريكس، او نشوفوه حاضر وبقوه. لان كما كتعرفوا المغرب ماشي هو اللي كيسعى وراء هذا الشيء. ف المملكه المغربيه يعني كتحاول انها تبني الخطط ديالها على عده امور اللي تكون وترجع بالخير الوفير على المملكه المغربيه. هذا هو اللي كتفكر فيه المملكه المغربيه، وهذا هو الفرق الاخوان ديالي بين المملكه وبين يعني دولة ديال الكبرانات اللي تحكموها عجزة. والسيد الرئيس ديال تبون خارج يقول لهم حنايا في 2024 غادي نكونوا داخل المجموعة، واليوم ها انتم كتشوفوا كندير هذه الورقة الضغط بالنسبة للانتخابات وما نجحش فيها. يعني لا وزن لا هيبة لا مواقف لا حتى شي حاجة بالنسبة لهذه الدولة ديال الجزائر، لأن ما عندهاش سياسيين، ما عندهاش دبلوماسيه، ما عندهاش ناس خبراء محنكين اللي يقدروا يوضعوا الدوله في السكه الصحيحه ديالها. وحنا كنشوفوا الاقتصاد ديالها كيفاش تيعاني، وكنشوفوا عده امور. فكنتمنوا الخير صراحه للمملكه المغربيه، وإلا كان في هذا الشيء يعني في صالح المملكه المغربيه كنتمنوا انها تدخل البريكس. لما لا؟ وتجرب الحظ ديالها حتى هي وتزيد تقوي الاقتصاد ديالها الحمد لله. لان اقتصاد المغرب ماشي اقتصاد ضعيف، وانما اقتصاد لا باس به، ما نقولوش كبير، ولكن يعني اقتصاد يعني كيتنافسوا عليه او تيشوفوا دول اخرى بانه اقتصاد يعني في المستوى العالي والعالي جدا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تشوفوا فيديو جديد والسلام عليكم.